وبيبدأ فيلمنا بحفلة غنائية بيحضرها شباب كتير جدا من جميع الفئات. وبنفس اللحظة مفتشة اسمها غيا بتكون بتتدرب وبيجي لها موبايل من الأم ماريا بتقول لها أخوك الفاشل نريان سهران في حفلة ورا امتحان بكرة، هاتيه علشان يذاكر. جهزت نفسها وراحت له خدته، وهو من شكلها معتاد على كده، وحاول نريان يهرب منها ويدخل الحفلة تاني، بس هي ما سمحتش ليه وكلبشته في باب العربية. قال لها انت اتجننتي؟ الحفلة دي مهمة جدا بالنسبة لي، مش هتكون أهم من امتحانك. بعد امتحاناتك اخرج واعمل اللي انت عاوزه، انت مش اختي علشان تتحكمي فيا. طيب بص بقى، انا وانت يتامى وتربينا في دار ايتام واحده، والام مريم حملاني مسؤوليتك وانا لازم اكون قدها. حاول ياخد المفاتيح بالعافيه يفك نفسه، وبسبب خناقتهم العربيه اتقلبت بيهم. وبعدها بدقايق فاقت غيا لقيت نفسها بره العربيه مش شايفه اي حاجه بعينيها، ونريان متكلبش في العربيه بيستنجد بيها باعلى صوته علشان تفك له الكلبشات، وهي مش سامعه غير صوته ومش قادره تحدد هو فين بالظبط. وفجاه عربيه تانيه كملت عليه وتوفى. وبعد الواقعة دي ب3 شهور صحيت غيا الفاقدة للبصر، حضرت ملابسها واختارتها بتطبيق ذكاء اصطناعي مخصص للمكفوفين بيساعدها تختار الألوان وتحدد اتجاهاتها. وبعد ما جهزت وشربت قهوتها خدت كلبتها أليكس اللي بتعتمد عليها في كل شيء، وراحت لمركز الشرطة. قابلت رئيستها السابقة وقالت لها أنا عاوزة أرجع لوظيفتي من تاني، وعارفة إني مش هقدر بسبب إني عمية، بس ممكن تشغلوني في أي قسم يناسب حالتي. أنا متعاطفة مع كل اللي حصل لك، بس مش هينفع ترجعي الشغل، وده مش بسبب إنك كفيفة. للأسف أخوك مات بسببك، ما كانش ينفع تكلبشي في العربية، ده اسمه استهتار بالأرواح، وكان لازم تتحاكمي على فكرة، بس المحكمة رأفت بحالتك. افتكرت غيا الحادث وزعلت جدا، ولما رجعت البيت الأم ماريا رنت اطمنت عليها وطلبت منها تقابلها. وفي مكان ما بنت بتفوق بتلاقي نفسها متكتفة، وقدرت إنها تفك نفسها ودورت على أي باب تخرج منه، ولقيت باب على هيئة مكتبة سرية. طلعت منه واتسحبت تستكشف المكان اللي هي فيه، العبارة عن بيت الأساس بتاعه كله قديم وشكله تحفة فنية. ولفت انتباهها باب الخروج من البيت، وجريت عليه وامتلكها الرعب لأن البيت مش قدامه غير جبال من التلج. وفجأة شخص مسكها من شعرها سحبها وضربها أفقدها الوعي. وتاني يوم جهزت غيا نفسها كالمعتاد، وسمعت بالأخبار عن اختفاء قسري لبنت تم اختطافها ومش لاقيين لها أي أثر. وبعد ما خلصت قالت لأليكس انت مش هتيجي معايا النهارده، انا لازم اعتمد على نفسي ولو لمره. صوتت أليكس اول ما خرجت، ونزلت غيا بعصايتها ركبت تاكسي ووصلها لدار الايتام. واول حاجه عملتها اول ما دخلت طلعت لغرفه نريان وافتكرت كل ذكرياتها معاه بحزن شديد. والام ماريا دخلت قالت لها ما تحمليش نفسك زياده عن طاقتها، انت مالكيش ذنب في اللي حصل له. مالومش نفسي ازاي وانا السبب في موته، مفيش فايده فيكي برضه. عملتي ايه في شغلك طيب؟ ما رضيوش يرجعوني للعمل، هم الخسرانين، انت كنت افضل مفتشة في المدينة. كنت بقى، انا ماشية. استني طيب اوصلك. لا سيبيني، انا حابة اعتمد على نفسي. مشيت غيا وفضلت في استراحة الانتظار منتظرة اي تاكسي، وللأسف ما لقيتش اي وسيلة مواصلات، لحد ما شخص لاحظ انها كفيفة وقال لها رايحة لفين؟ هو انت سواق تاكسي؟ زي ما تقولي كده، اتفضلي. ركبت معه في الطريق قال لها انا هندي زيك على فكرة، خدت بالي، وكمان بتحط عطر اولد سبايس. عرفت ازاي نوع العطر واني هندي؟ انا اتكلمت معاكي باللغة الانجليزية، مش معنى اني كفيفة يبقى فقدت كل شيء. انا بعرف اميز كل شخص مجرد ما اسمع صوته، دي حاجة كويسة جدا. وبما ان الجو حر واحنا ولاد بلد زي بعض، دي ازازة مية هدية تشربي منها، هدية مقبولة. مش هتشربي طيب؟ لا بعدين. سمعت غيا صوت خبطت من شنطة العربية، والسواق ارتبك جدا وعلى صوت الموسيقى علشان ما تسمعش صوت التخبيط، ووقف العربية ونزل. وغيا نزلت ورا قالت له ايه الصوت ده؟ ما تشغليش بالك، ده صندوق العربية مفتوح بس، انا واثقة ان في حاجة داخل الصندوق. طلعت موبايلها ترن على الشرطة وجري عليها ضربها، وبما انها شرطية قديمة قدرت تسيطر عليه لفترة قصيرة. ولما شاف عربية جاية خاف ووقعها وجري. واتجهت بعدها غيا لمركز الشرطة، وبلغت ان السواق كان حابس شخص في صندوق عربيته. خدوا كل اقوالها في نفس البيت. فاقت بنت تانية متكتفة بلون شعر وردي، والشخص ايه قرب عليها وقال لها الجحيم فارغ من الشياطين، وانا الشيطان الوحيد اللي فاضل فيه. امي دايما كانت بتقول لي في يوم من الايام هتكون مكسور من كل اللي حواليك، بس انا هنا علشان اكسر القاعدة دي واكسركم انتم يا جنس حوا، كلكم شبه امي. كسر لها ضفرها وحطه في محلول ميه. وغيا في نفس الوقت سمعت في الاخبار عن اختفاء بنت يوم 9 يناير بلون شعر وردي اسمها مايا، ودي حالة الاختفاء التانية في نفس الاسبوع.
راحت لمركز الشرطة وطلبت تقابل أي مسؤول من شرطة الانتربول تقول له على معلومات مهمة عن حالات الخطف. وقابلها المحقق بريتفي قال لها: إيه المعلومات اللي عندك؟ زي ما قلت قبل كده، سمعت صوت من صندوق العربية، ولما سألت السواق عن مصدر الصوت أنكر وقال ده صوت الصندوق كان مفتوح. تمام، لو وصلنا لأي حاجة هنطلبك، تقدري تمشي. هو أنت مش مصدقني علشان أنا عامية؟ لو كنت بشوف كنت هتسألني عن إيه؟ الأسئلة المعتادة: رقم لوحة العربية وشكلها، ووصف شكل السواق. تمام. طول السواق 1.70 سنتي، وعمره بين 35 أو 40 سنة. ده اللي تعرفيه؟ أيوة. وأعرف كمان إن طولك 1.64 سنتي، وعمرك في حدود 45 سنة. عاوز حاجة تاني؟ اتخض وقال لها: أنت عرفت طولي وسني إزاي؟ من خلال زاوية اتجاه صوتك بقدر أحدد كل حاجة. بدأت أقتنع بيكي، بس أنت إيه اللي مخليكي واثقة إن هو اللي خطف البنت؟ لأني سمعت في الأخبار إن آخر بنت اتخطفت ركبت تاكسي من نادي إلكترا حوالي الساعة 10 مساء، وأنا ركبت التاكسي الساعة 10:45 دقيقة، والمسافة بين النادي ودار الأيتام 40 دقيقة بس. يبقى أكيد اللي ركبت معاه هو الخاطف. لنفترض إن هو الخاطف، ليه يعرض نفسه للخطر ويقف ياخدك معاه؟ قصدك يخطفني ويبقى كده ضرب عصفورين بحجر؟ طلع لي ازازة مية وكان مصر إن أشرب منها، وأنا واثقة إنها كانت مادة مخدرة. وإيه كمان؟ جنسيته هندية ولابس ساعة في إيده اليمين. أنت متأكدة إنك عامية؟ لا، ده العمل هندي يا عم المحقق. أهو في ناحية تانية شاب اسمه نخيل شاف صورة للبنت المخطوفة مكتوب عليها مكافأة كبيرة للي يبلغ عن مكانها، وراح بلغ إنه شاف شخص خدها في عربية كروزر مش تاكسي. غيه قالته: طب وحط البنت فين؟ ركبت في الكرسي الخلفي. الواد ده بيكتب علشان المكافأة. أنا ما بكدبش، كانت عربية مش تاكسي. وبعدين هتكدبني حضرتك وتصدق العمية؟ طرده بريتفي وتأسف لها. هو الخاطف قاعد بره بيتفرج عليهم، وبعد ما غيه روحت جالها مكالمة من شخص مجهول، ولما فتحت ما سمعتش أي صوت، وهو بيكون الخاطف بيكلمها من موبايل الضحية رقم 3 بعد ما شربها من ازازة المية. هو نخيل في نفس الوقت راح لنفس مكان الصورة، فضل باصص له وهو متضايق، ورن على بريتفي قال له: أنا ما بجريش ورا مكافآت، وصدقني البنت اتخطفت بنفس الطريقة اللي قلت عليها، ومش عاوز تصدقني براحتك، سلام. مشي ولقى الخاطف في وشه بسلاح بيقرب منه وبيطارده، ورن نخيل وهو بيجري على بريتفي بس ملحقش، وخد خبطة قوية في دماغه. وقبل ما الخاطف يخلص عليه شاف شخصين نازلين، وهو خاف منهم لا يشوفوه وهرب فورا. المهم حدد بريتفي موقع نخيل وراح له، لقى الإسعاف خدته لأن الضربة عملت له ارتجاج في المخ. هو ما رضيتش غيه تسيبه لوحده، واتعاملت معاه كأنه زي أخوها المتوفي بالظبط، لحد ما فاق واطمنت عليه. ووصل بريتفي وقال له: مين اللي عمل فيك كده؟ مش فاكر أي حاجة. إزاي يعني؟ بريتفي: الدكاترة طالبين يرتاح وغلط عليه الكلام دلوقتي، استجوبوا في أي وقت تاني. روحت بعدها غيه شغلت مقاطع فيديو صوتية لذكريات ليها مع أخوها، والباب خبط، ولما فتحت لقت شخص قدامها، شمت منه نفس الريحة وعرفته فورا وقفلت الباب بسرعة. وجالها موبايل بعدها من شخص مجهول قال لها: حاولي تنقذي نخيل مني، أنا مش هسمح لك تأذيه. غيه: أنا قرأت كل حاجة عن حياتك على فكرة، حد يربط أخوه بكلبش ويكون سبب في موته؟ لو ما كنتيش كلبشتيه كان زمانه عايش دلوقتي. تعرفي في شبه بيني وبينك في كل حاجة، أنا عارفة اللي زيك كويس، أنت مريض نفسي، ومعاملة أهلك السيئة ليك جعلت منك شخص مكتئب، وعلشان تنسى الألم اللي شفته بطفولتك بتطلع على البنات المساكين وتخطفهم وتعذبهم. أنت شخص مريض. قفل في وشها وهي جريت على المستشفى، وحاولت تمنع نخيل من الخروج بس ما قدرتش، ونزلت خدت مواصلة علشان تروح، وحست بوجود الخاطف جنبها من خلال الريحة المعتادة اللي شمتها عليه. وقامت بسرعة نزلت في أقرب محطة، وبعد ما الباص مشي ما لقيتش غير السلاح على رقبتها، والخاطف بيقول لها: امشي معايا وما تقاوميش. تعرفي يا غيه، أنا بكون مستمتع والبنات اللي زيك تحت رحمتي. رن عليها بريتفي وما قدرتش ترد عليه، ووقفت للحظة ضربته ضربة تحت الحزام، وقالت لأليكس: وجهيني للطريق. وكتر خيرها أليكس عملت اللي عليها بزيادة ولبستها في سور البحر. والخاطف وهو بيقرب منها حست أليكس إنها قصرت معاها، وانقضت على الخاطف لحد ما غيه قدرت تطلع من تاني وهجمته علشان تبعده عن أليكس، ولكن للأسف اتخلص من الكلبة بدم بارد، وحقن غياب مادة أفقدتها الوعي، وهرب من المكان أول ما حس إن في ناس في المنطقة. وفاقت بعدها غيه في المستشفى، وأول حاجة سألت عليها أليكس، واتصدمت لما عرفت بخبر موتها. والأم ماريا قالت لها: انت لازم تيجي تقعدي في دار الأيتام انت ونخيل لحد ما يقبضوا على السفاح. وفي مركز الشرطة بريتفي طلب نخيل للتعرف على شكل العربية ونوعها، وأكد عليهم نخيل إن هي دي، وأمر بريتفي بجمع بيانات عن كل العربيات بنفس النوع في المدينة.
وراح لغيا قال لها احنا لقينا الحقنه اللي خدرك بيها ومتاكدين انه شغال دكتور في مستشفى، لان الماده دي مش موجوده غير في المستشفى فقط. وبالفعل بيكون دكتور امراض نساء وتوليد واسمه درايفر. وتاني يوم خدت غيا نخيل وراحوا دار الايتام يستقروا هناك لحد ما الامور تهدى. وبريت جمع كل القوات واداهم كشف بكل اسماء اصحاب عربيات كروزر، وبداوا البحث عن كل شخص بيمتلك العربيه دي في سن ال40 وجنسيته هندي ولابس ساعه في ايده اليمين. وبريت بالصدفه وهو في جراج لقى نفس العربيه ودرايفر في وشه، وقفه وقال له احنا بنحقق في قضيه، ممكن بطاقتك؟ اكيد طبعا، اتفضل. ايه ده، انت هندي؟ انا كمان هندي زيك، انا هاخد صورة لبطاقتك وتقدر تمشي بعدها. تمام، تقدر تمشي، ولو احتاجناك هنرن عليك. اول ما ركب العربية لاحظ بريت فيه انه لابس ساعة في ايده اليمين، وطلب منه يخرج من العربية وما لقاش غير الباب في وشه. ودرايفر هجم عليه وذبحه. وفي نفس اللحظة جه مكالمة رئيس مركز الشرطة انهم لقوا فيلا صاحبها هندي وبيتردد عليها يوميا بشكل غريب. وفي دار الايتام سمعت غيا حد بيعزف على البيانو، وافتكرته نخيل ونزلت. واول ما وقف قصادها عرفته من ريحته على طول. ودخل عليهم نخيل بالصدفه، واول ما شافه جري عليه ضربه. وغيا طلعت لغرفتها وقعت على الارض المجوهرات بتاعتها علشان لو درايفر دخل وداس عليهم تقدر تحدد مكانه من خلال الصوت. هو تحت طعن نخيل في جنبه وسابه بدمه وطلع للغرفه داس على المجوهرات. وغيا قدرت تحدد مكانه ونشيته ضربه على دماغه وواحده تحت الحزام، ورميته بدماغه على بانيو الحمام وقفلت على الباب بترابيزه. يعني مفيش بعد كده، شغل فاخر من الاخر. المهم نزلت لنخيل خدته لخارج البيت وقالت له استناني هنا، انا لازم اكمل مهمتي والشخص ده يموت. وفي ناحية تانية وصلت القوات لبيت درايفر، وبعد بحث قدروا يوصلوا لباب المكتب السري ولقوا في الغرفة تلاجة فيها جثة وبقية البنات محبوسين. ونرجع للضرب فوق درايفر الملعون، وغيا بتعمل نفس الخطة وحطت له اي حاجة على الارض علشان تعرف بيها الاتجاه اللي هو ماشي فيه. وهوب نشيت واحدة تانية بالمفك في صدره، بس مش كل مرة تسلم الجرة. قام الملعون زي القرد ضربها وبقى يمرمط فيها يمين وشمال. عندكش اخوات بنات بلاستيك يا ابني؟ المهم غيا مش سهلة المنال برضه، استخدمت حرفتها في الفنون القتالية معاه ونيمته على الارض زي الفراخ، ودورت في المكان لحد ما لقيت جيركن بنزين وعلبة كبريت، كل حاجة جاهزة بسم الله ما شاء الله. وفي النهاية جعلت منه فرخة مشوية وخرجت لنخيل خدته علشان يمشوا. واستكمالا للاكشن الهندي اللي احنا عارفينه، الامر لسه ما انتهاش. ودرايفر ابو ميت راح انقض عليها تاني وبدا يخنقها، وقام مسك نخيل كمل عليه وحالف ما يسيبه غير لما يخلص عليه خالص. وغيا استغلت الامر ومسكت حجر قد دماغه ومشيت في اتجاه العربيه، كسرت ازازها علشان تلفت انتباهه ونشيته النشه الاخيره الحمد لله، واتاكدت بنفسها المره دي انه مات للابد. وبعدها وصلت الاسعاف عملت معاهم فوق الصح. وبينتهي الفيلم وهي سهرانه في نفس المكان اللي اخوها كان بيسهر فيه دايما بعد ما رجعت للخدمه في الشرطه. وبكده يكون وصلنا لنهايه الفيلم. اشتراك ولايك وتفعيل جرس الاشعارات علشان توصل لكم كل افلامنا. وبس كده، السلام عليكم.